لله ما أعطى ولله ما أخذ. هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. سي محمد حسن الجندي لن يختلف فيه اثنان. الرجل وهب حياته وأفنى زهرة حياته منذ صغره ومنذ شبابه إلى أن توفاه الله في خدمة الفن المغربي والفن العربي. الرجل بصم بصمته. ربما إذا كان الجسد قد تعطلت عجلته أو لغته، لكن أفكار الرجل، أسلوب الرجل، إبداع الرجل سيعيش وسيمتد في الزمان والمكان إلى الأجيال والأجيال المقبلة بإذن الله. كان لي شرف أنني التقيت الرجل يعني في أول لقاء كان من خلال مسلسل عربي صقر قريش. ربما ذاك أول لقاء كان عندي مع المرحوم، ومن بعد توالت اللقاءات، وحتى أنني يعني اقترحني في أعمال عدة هو قام بالإخراج ديالها. على سبيل المثال الحصر تذكر لك مثلا سلسلة غضبة مع القناة الثانية، كذلك كنذكر لك مسلسل على شاولدي لعبت أحد الأدوار البطولية فيه، كان هو المخرج. ويعني كان عندي شرف أنني لعبت الابن ديالو في أول لقاء فني درامي تلفزي، لعبت الابن ديالو في مسلسل ديال أمود. يعني الرجل ما شاء الله مثقف، عارف، متمكن من ادوات وميكانيزمات اشتغاله. يعني ما يمكنش تكون انت ممثل وغادي توقف حدا هذا الهرم، هذا الشعب النبيل، وما تنهلش من هذه التجربه الغزيره المعطاءه. يعني كنشوفوا الرجل ابدع في شتى المجالات. الرجل كان كاتب، كان حافظا للشعر، كان ملم بكل مكونات الادب العربي خصوصا. الرجل يعني كان متميزا في كل شيء. رحم الله الفقيد. خسارة كبيرة للمجال الفني. للأسف يعني هذه أسطوانة ربما دائما تنعودها. الرجل أفنى حياته خدمة للفن المغربي العربي، لكن للأسف في بلادنا لم ندري كيف نحتوي هذا الرجل إعلاميا، ثقافيا، فنيا، للأسف. ولكن الرجل يعني قد أدلى بدلوه، رحمه الله وغفر لنا وله. شي اشياء اللي ضاعت منا حنايا بحال الاب ديالنا، الاب الروحي ديال الساحه الفنيه وديال الساحه الوطنيه وديال الساحه العربيه وديال المجتمعات المغربيه والمجتمعات العربيه اللي كنا ضعنا فيه. انسان اللي عشنا معاه وحنا باقيين صغار في جميع لحظاته الفنيه الرائعه، سواء في السينما او في التلفزيون او في الاذاعه اللي عشنا معاه وحنا باقيين صغار في السلسله الاسطوريه الخرافيه الازليه ديال اللي مثل فيها شخصيه سيف بيزن الملك الذي كان وحش الغابه ووحش الفلا. فهذه السلسله الاذاعيه التي استمع لها جميع الجماهير المغربيه في انحاء المغرب، واللي كانوا كلهم تعيشوا مع هذه اللحظات ديال الازليه اللي عشنا مع عقيصه، مع عيروط، مع مجموعه من الشخصيات اللي كان الكاتب ديالها هو هذا الفنان الكبير سي محمد حسن الجندي، اللي تنطلبوا من الله يسكنوا فسيح جنانه ويلهم ذويه واصدقائي والفنانين الزملاء ديالو الصبر والسلوان، والله يسكنوا فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما عرفه ولله أخذ لكي يحتاج السي محمد حسن الجندي الآن أنا اليوم والله يثبتوا على السؤال، هذا هو الأهم. يعني الله يرحمه ويوسع عليه ويجعل محبة الناس يا ربي يعني نتيجة لحب الله له. أكيد فالحب ديالو مترسخ في قلوب المغاربة كلهم تقريبا والعرب، ونتمنى من الله يا ربي يجعل قبره روضة من رياض الجنة. شخص كان خلوق، يعني في صمته حكمة، في كلامه حكمة أكيد. الشخص اللي كان مدرسة متنقلة، وأنا كان الشرف لي أنه كان معي مدرسة في البلاطو ديال التصوير لا ديال مسلسل أمود، لأنه كان
المعلم ديالي في المسلسل، وكان معلمي حتى في الحياه ملي كنتفرج فيه في التلفاز ولا داكشي، فكتحس ما شاء الله يعني الله يرحمه ويوسع عليه. حتى في المسلسل يعني عمر كان حاضن، كتحس بيه افتخر بالمغربي، كتحس بيه بانه فرحان بيك وكيكبر بيك، يعني غير في الكلمه، غير في انه كيعطيك وقت وكيبغي يجلس معك في وقت التصوير وسط يعني جنسيات مختلفه من الدول العربيه، فكان مفخره ليا. الله يرحمه ويوسع عليه. هذا وليد الله يجزيكم بخير اللي وصلته اي فيديو ديال تشييع الجنازه ديال سيدي محمد حسن جندي، يدعي معاه الله يثبتو على السؤال، الله يرحمه ويوسع عليه.